اهلا بيكم ابطال اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل مع بعض درس ملامح من تاريخ مصر القديمة من كتاب الامتحان. السؤال الاول: كان مركز اصدار القرارات خلال عصر الانتقال الثاني من قبل المحتل الاجنبي للبلاد. طيب يا شباب، يقع في شرق الدلتا، غرب الدلتا، جنوب الوادي، شمال الوادي. هنا خدوا بالكم، مركز اصدار القرارات يعني العاصمة. تمام؟ مركز اصدار القرارات القصر الجمهوري بتاع الملك او المحتل بيكون موجود في العاصمة. حلو. خلال عصر الانتقال الثاني من قبل المحتل الاجنبي. هو العصر الانتقالي الثاني اللي جه بعد الدولة الوسطى، مين اللي احتل مصر؟ الهكسوس، عبارة عن قبائل رعوية جاءت من اواسط اسيا. طب عاصمة الهكسوس كانت ايه؟ ايوه، برافو عليكم، كانت اواريس او اوارس. حلو قوي. اواريس حاليا محافظة ايه؟ محافظة الشرقية. طيب من اسم الشرقية كده، تفتكر الشرقية تقع شرق الدلتا ولا غرب الدلتا ولا جنوب الوادي ولا شمال الوادي؟ سموها شرقية، يبقى تقع عندنا شرق الدلتا يا شباب، يبقى الإجابة شرق الدلتا. السؤال اللي بعده: تصدر الاهتمام بالنواحي الاقتصادية وحسن استغلال الموارد والاهتمام بالتعمير في مصر في مصر القديمة أولويات الملك. يعني في ملك اهتم بالاقتصاد واستغلال الموارد، حور محب ولا إخناتون ولا امنمحات الأول ولا بيبي الثاني؟ طبعا هنا يا شباب هنمشي واحدة واحدة. حور محب عمل إصلاحات تشريعية، أصدر قوانين للقضاء على الفوضى التي حدثت في مصر بعد ثورة إخناتون الدينية. إخناتون دوره في المنهج عندنا اللي هو عمل ثورة دينية. حلو. امنمحات الأول أيوة، ده اهتم كتير قوي بحسن استغلال الموارد والاهتمام بالتعمير. ليه؟ امنمحات الأول يا شباب لو كنا فاكرين قام بنقل العاصمة إلى مين؟ إلى سيتا تاوي، لأنها على مقربة من الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا، فبالتالي يا شباب هتكون الإجابة امنمحات الأول. 3. شهدت مصر القديمة وجود أكثر من عاصمة في آن واحد تختلف في التوجهات السياسية. يعني مصر القديمة كانت فيها بعض الأحيان أكثر من عاصمة في زمن واحد. ينطبق مضمون العبارة السابقة على الأسرات الفرعونية في العصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، عصر الانتقال الثاني. بصوا يا شباب، مادام في أكتر من عاصمة يعني في أكتر من صناعة قرار، يبقى كده في ضعف ولا قوة؟ أيوه، برافو عليكم، في ضعف. طيب العصر العتيق اللي كان فيه عندنا الأسرات من 1 ل2 كان فيه ضعف؟ لا، ده كان عصر قوة. عصر الدولة القديمة اللي فيه الأسرات من 3 ل6 عصر ضعف، ده عصر قوة. عصر الدولة الوسطى اللي فيه الأسرات من 11 ل12 عصر ضعف، لا ده كان عصر قوة. أمال إيه العصر الضعف اللي موجود؟ عصر الانتقال الثاني. لأن في الوقت ده يا شباب إيه اللي حصل؟ جه الهكسوس احتلوا مصر وخدوا من مدينة أوارس عاصمة، ده المحتل، ومصر كانت ليها عاصمة ساعتها، يبقى احنا كده عندنا 2 عاصمة. 4. يدل أخذ الملك يوليوس قيصر نظام التقويم الشمسي عن المصريين القدماء على أن الحضارة المصرية القديمة كانت تتميز. يوليوس قيصر ده إمبراطور روماني يا شباب، خد مننا التقويم الشمسي اللي هي شهور السنة 12 شهر. يدل ذلك على أن الحضارة المصرية تتميز بالاستمرارية، التدين، التقدم ولا القدم. طيب من جاور السعيد يسعد، والامبراطور الروماني ده كان راجل محتل، فلما يجي ياخد حاجه منك يبقى انت كده حاجه دي متقدم فيها ولا مش متقدم فيها؟ يبقى ايه عندنا؟ متقدم فيها، يبقى الاجابه يدل على انها تتميز بالتقدم. 5. حدد أي من العصور التاريخية الآتية لمصر الفرعونية حوى بداخله الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والعسكرية وحدوث متغيرات دينية. العصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، ولا عندنا عصر الدولة الحديثة؟ طب هنا يا شباب لازم نحلل السؤال. يقول لك الاهتمام بالجوانب الاقتصادية، يعني عملوا حاجات في الاقتصاد. ممكن اهتمام بالتجارة مثلا زي الملكة حتشبسوت لما اهتمت بإرسال بعثات تجارية إلى آسيا وأفريقيا، وأرسلت بعثة تجارية إلى بلاد بونت. الاهتمام بالجوانب العسكرية، الله، ده بيفكرنا بمين في الجوانب العسكرية؟ بيفكرنا بتحتمس الثالث اللي انتصر في موقعة مجده، وعندنا بيفكرنا برمسيس الثاني.
تمام. طيب حدوث متغيرات دينيه، ده بيفكرنا باخناتون. الله، طب ما حتشبسوت واخناتون وتحتمس ورمسيس الثاني كلهم في زمن عصر مين؟ عصر المجد الحربي اللي هو عصر الدوله الحديثه. السؤال اللي بعده يا شباب 6. يتشابه الملك نعرمر، الملك مينا يعني، والملك النمحات الأول في قيامهما ببناء جيش قوي، إعادة توحيد البلاد، تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، اتخاذ عاصمة جديدة للبلاد. طيب علشان نعرف التشابه لازم نعرف أهم أعمالهم. هو الملك نعرمر عمل إيه؟ وحد القطرين يعني وحد مصر، واتخذ من مدينة من نفر عاصمة له. حلو. طب النمحات الأول عندنا يا شباب قام بنقل العاصمة إلى أسيتا تاوي لتكون بالقرب من الأراضي الزراعية في الدلتا. يبقى وجه الشبه هنا يا شباب إيه؟ عندنا اتخاذ عاصمة جديدة. 7. تميزت الفترة التي سبقت حكم الملك منتحتب الثاني بازدياد نفوذ الملوك، اتساع نفوذ اللامركزية، ضعف نفوذ الكهنة، ضعف نفوذ حكام الأقاليم. هو منتحتب الثاني يا شباب أساسا كان في عصر الدولة إيه؟ كان في عصر الدولة الوسطى. حلو. أهم أعماله إيه؟ حد فاكر؟ لا، أهم أعماله يا مستر الراجل ده خد من طيبة عاصمة. إيه تاني؟ وأخضع حكام الأقاليم. إيه تاني؟ وأخضع نفوذ كبار الموظفين. يعني كان في قبليه ايه؟ اخضع حكام الاقاليم. يعني معنى كده حكام الاقاليم في العصور اللي قبليه كان ايه؟ كان شايفين نفسيهم يا مستر. حلو. طب كويس قوي. طيب احنا قلنا منتحتب الثاني كان في عصر الدولة ايه يا شباب؟ في عصر الدولة الوسطى. قبل عصر الدولة الوسطى في عصر ضعف اسمه عصر ايه؟ عصر الانتقال الاول. خليها قاعدة عندك، عصر الانتقال الاول الملك ضعيف وزيادة نفوذ حكام الاقاليم. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. اكن انا النهارده بديكم في الفصل وهنفترض ان انا كنت ضعيف الشخصيه، العيال هيعملوا ايه؟ هينطوا على بعض في الفصل ويضربوا بعض وكلام زي كده. معنى للعيال بيتحركوا بحريه يبقى في استقلال. الاستقلال ده اسمه لا مركزيه، يعني هم شايفين نفسيهم وبيعملوا اللي عايزينه، والملك ملوش لازمه او المدرس اللي موجود في الفصل ملوش لازمه. فبالتالي لما جه عندنا منتحتب بالفتره اللي سبقته كان زياده نفوذ حكام الاقاليم. معنى اللي فيه نفوذ حكام الاقاليم وكل اقليم شايف نفسه يبقى كده عندنا دي اسمها اتساع نفوذ اللامركزيه. 8. تتفق أعمال الملك منتحتب الثاني السياسية مع أعمال الملك نعرمر ولا امنمحات الثالث ولا رمسيس الثاني ولا امنحتب الرابع؟ منتحتب الثاني يا شباب تولى البلاد في فترة ضعف، وبدأ يخضع حكام الأقاليم ويقضي على نفوذ كبار الموظفين وخد من طيبة عاصمة. مين الملك بقى اللي هنا وحد البلاد زيه وايه كان في ضعف ووحد البلاد؟ كان الملك نعرمر. ليه اخترت نعرمر؟ لان الملك نعرمر يا شباب برضو تولى البلاد في ظل مرحلة ضعف وقام بتوحيد البلاد للمرة الثانية عام 3200 واتخذ من مدينة من نفر عندنا عاصمة للبلاد. أما امنمحات الثالث هو كل دوره في المنهج عندنا يا شباب اهتم بالتعمير واهتم بالزراعة. رمسيس الثاني كانت أعمال حربية في المقام الأول. امنحتب الرابع عامل نفسه شيخ ودعا لأول ثورة دينية في التاريخ. 9. أيا من عواصم مصر الفرعونية التالية كان اختيارها لتحقيق أهداف سياسية وأهداف اقتصادية؟ أسيتا تاوي، طيبة، من نفر، أخيتاتون. بص يا شباب، اي ملك هيختار عاصمة جديدة ده الاهداف السياسية، يعني الاهداف السياسية تمشي مع الاربعة اللي موجودين. حلو. ليه اهداف سياسية؟ اهداف سياسية يعني الملك عايز يقعد في العاصمة دي، حس فيها بالاستقرار فقال لك انا هجيب القصر بتاعي واخليه في العاصمة دي، يبقى دي اسمها اهداف سياسية. طيب اهداف اقتصادية يعني نقل العاصمة علشان أهداف اقتصادية، مثلا موقعها المميز عشان التجارة، عندها مصانع كتير يبقى أهمية صناعية اللي هي اقتصادية، عندها أرض زراعية. هي دي الإجابة. المدينة من دولت اللي الملك بتاعها أو الملك بتاع مصر نقل العاصمة ليها عشان عندها أرض زراعية كتير بالقرب منها. حد فاكر؟ بلد الليشت في العياط كان مين هي بالقرب من الليشت في العياط؟ أيوه كان عندنا أسيتا تاوي، واللي خد أسيتا تاوي عاصمة كان الملك امنمحات الثالث. 10. تشابهت اهتمامات الملك امنمحات الأول والملك امنمحات الثالث في إقامة إمبراطورية مصرية،
إقامة مشروعات زراعية، ولا إقامة عدالة اجتماعية، ولا إنشاء عاصمة جديدة؟ هنا لازم نرجع تاني. ايه اهم اعمال النمحات الاول يا مستر؟ اهم اعمال النمحات الاول نقل العاصمه الى اسيتا تاوي بالقرب من بلد الليشت حاليا في عندنا منطقه العياط في محافظه الجيزه. ليه؟ لانها قريبه من الارض الزراعيه، يعني الراجل اهتم بالزراعه. حلو. النمحات الثالث وهو وسنوسرت الثالث معلومه عنهم في كتاب المدرسه وكتاب الامتحان. ايه المعلومة؟ اللي الاتنين اهتموا بالتعمير واهتموا بالري والزراعة، يبقى الإجابة إقامة مشروعات زراعية. السؤال اللي بعده السؤال رقم 11. أيا من ملوك مصر التاليين طبق مضمون العبارة المقابلة؟ العبارة المقابلة بتقول لك ايه؟ تتعدد عوامل اختيار العاصمة، ومن هذه العوامل موقعها المتوسط وامتلاكها القرار السياسي. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نختار العاصمة بتختارها بناء على موقعها المميز وامتلاكها القرار السياسي. حلو. طب انهي واحد من الملوك دولت اختار العاصمة بناء على الموقع المتوسط وامتلاك قرارها السياسي؟ امنحتب الرابع، الملك أحمس، الملك النمحات الأول، الملك منتحتب الثاني. طيب امنحتب الرابع لما هناخد الكلام ده بالتفصيل فيما بعد، لما نقل العاصمه عملها لاسباب سياسيه ودينيه، اللي هو عمل ثوره دينيه وقال لك لا يا عم ده احنا ايه، ده احنا ايه، لازم نبعد عن العاصمه القديمه ونروح للعاصمه الحاليه. طيب ده مستبعد. الملك احمس عندنا في المنهج ما خدش عاصمه جديده، يعني هو كان موجود في طيبه، وطيبه قبل كده تم اختيارها. طيب ناقص جيم وناقص دال. جيم النمحات الاول خد من مدينه عندنا اسيتا تاوي عاصمه، واسيتا تاوي تعتبر في محافظه الجيزه. طيب دال منتحتب الثاني، منتحتب الثاني خد من طيبه عاصمه. تمام. بسبب ايه؟ بسبب موقعها المتوسط بين الوجهين الإبلي والبحري. تمام. وامتلاكها القرار السياسي، لأن في الوقت ده كان عندنا عايز يقضي على فوضى حكام الأقاليم. لو كنا فاكرين لما مسك البلاد في بداية عصر الدولة الوسطى كان في اضطراب وكان في زيادة نفوذ اللامركزية وزيادة نفوذ حكام الأقاليم. فبالتالي الملك ده لما جه يختار العاصمة بتاعته اختارها في موقع متوسط عشان سهولة الحركة والسيطرة على ثورة حكام الأقاليم وعدم سماعهم لتنفيذ الأوامر. فالإجابة هتكون منتحتب الثاني. 12. يعد من أهم الخصائص الإدارية التي تميز عصر الدولة القديمة بمصر الفرعونية وجود حكومة قوية، كثرة الموارد، تكوين إمبراطورية واسعة، ولا بناء الأهرامات. هنا يا شباب في حاجتين ينفعوا، بس احنا عايزين ناخد الأدق. هنا أولا من خصائص عصر الدولة القديمة وجود حكومة قوية وكثرة الموارد، الاتنين ينفعوا. بس خد بالك في كلمة في السؤال اسمها خصائص إدارية، يعني إدارة. الإدارة يعني تبقى قوية أو تبقى ضعيفة، يبقى الإجابة هتكون وجود حكومة قوية. لكن الإدارة ملهاش علاقة بكثرة الموارد. كثرة الموارد أنت ممكن يبقى عندك كثرة موارد كتير جدا وعندك سوء إدارة، لكن واحد غني جدا وفي نفس الوقت كل شهر بيستلف فلوس. ليه؟ عشان هو عنده سوء إدارة في استغلال الأموال اللي عنده. فدي اسمها إيه يا شباب؟ وجود حكومة قوية. 13. أمامك وسام نجمة سيناء الذي تمنحه مصر للأبطال العسكريين من أبنائها. في ضوء مضمون العبارة السابقة أيا من ملوك مصر الفرعونية يستحق هذا الوسام؟ امنمحات الثالث، تحتمس الثالث، امنحتب الرابع، ولا حور محب؟ طبعا من أهم ملوك مصر الفرعونية الذي يستحق هذا الوسام يا شباب هو عندنا الملك اللي مشهور بالحرب. طبعا عندنا الملك تحتمس الثالث اللي انتصر في موقعة مجده على أمير قادش. 14. يقول أحد حكماء مصر الفرعونية: طوبى للذي يحمي البلاد ويوسع حدودها، الذي يتغلب على البلاد الأجنبية بتاجه ويضم الأرضين بذراعه ويطلق السهم دون أن يشد القوس. يعني إيه؟ يعني الملك البرنس يا شباب في تقدير أحد حكماء مصر الفرعونية، الملك البرنس اللي ملوش حل، اللي الناس تخاف منه من قبل ما يتحرك،
ايه ده يا عم، ده الملك ابراهيم جاي لنا، الحق سلم نفسك بسرعه. ده الملك زعلان مننا وقال السبت الجاي هيتحرك بجيشه، الحق بدل ما يعمل معانا الصح. يبقى ايه ده الملك في نظرهم. طيب تنطبق المقوله السابقه على حور محب ولا تحتمس الثالث ولا اخناتون ولا منتحتب الثاني؟ تعالى نمشي واحده واحده. حور محب دوره في المنهج اصدر قوانين للقضاء على الفوضى التي حدثت بعد ثورة اخناتون الدينية. حلو، يبقى كده اخناتون ثورة دينية وحور محب عمل قوانين. طيب فاضل حاجتين، تحتمس الثالث ومنتحتب الثاني. منتحتب الثاني اخضع حكام الاقاليم، يعني حاجة جوه مصر، والعبارة اصلا بتتكلم عن الاعداء. طيب يبقى ده مستبعد. طب تحتمس الثالث، تحتمس الثالث يا شباب عمل امبراطورية مصرية كبيرة، يمكن اول واقدم امبراطوريه في التاريخ كانت في عهد تحتمس الثالث. وكمان تحتمس الثالث يا شباب عمل حاجه في غايه الخطوره، وهو انتصر على قوه في موقعة مجده، وهي القوه دي كانت بقياده امير قادش. فبالتالي يا شباب الاجابه هتكون تحتمس الثالث. السؤال اللي بعده سؤال 15. قام الملك البابلي حمورابي، ملك من بابل دي في بلاد العراق يا شباب، قام بإصدار مجموعة من القوانين التي تحقق الاستقرار بالمجتمع في ضوء مضمون العبارة السابقة. أي من ملوك مصر الفرعونية التاليين تشابهت سياسته مع ما قام به الملك حمورابي؟ تحتمس الثالث، امنحتب الرابع، حور محب، رمسيس الثاني. طبعا من أهم الملوك اللي تشابهت حاجاته أو أعماله مع حمورابي ملك بتاع القوانين. تحتمس الثالث ما كانش عنده قوانين. امنحتب الرابع اخناتون ده بتاع ايه الثوره الدينيه، اوكي. رمسيس الثاني كان عمل حاجات عسكريه. يبقى حور محب الذي قام باصدار تشريعات لتحقيق الامن والاستقرار بعد ثوره اخناتون الدينيه. 16. تغيرت فكره المصريين القدماء عن امن مصر القومي عن طريق تامين مجالها الحيوي خلال عصر الدوله القديمه، عصر الدوله الوسطى، عصر الدوله الحديثه، العصر المتاخر. هنا يا شباب عشان نعرف نجاوب لازم ناخد بالنا من كلمة تأمين مجالها الحيوي. تأمين مجالها الحيوي يعني احنا عندنا مصر، اوكي، قدامك وانت الملك او انت الملكة بتاعت مصر، حلو قوي. في الجنوب السودان فيها مشاكل، من مصلحتك كملك تقضي على المشاكل في الجنوب في السودان ولا تسيبها؟ من مصلحتي كملك ده انا اقضي على المشاكل واخلي السودان مستقر. ليه؟ عشان ممكن الفوضى اللي تحت تيجي عندي في اسوان، فبالتالي الدنيا مش هتبقى لطيفه. طيب في ليبيا في مشاكل، من مصلحتك كملك تحلها ولا تسيبها؟ من مصلحتي احلها. ليه؟ عشان احقق الامن ليا بتاع مصر. يلا يبقى اذا مصر عشان تعمل عندنا ما يسمى بتأمين مجالها الحيوي لازم تأمن حدودها. عن طريق ايه بقى؟ هم كان فكرهم ايه؟ تأمين الحدود عن طريق احتلال البلاد دي، اللي انا اروح احتل السودان مثلا واسيطر عليها، اروح احتل ليبيا، احتل اجزاء من فلسطين، اجزاء من سوريا، علشان يبقى عندي امبراطورية كبيرة اعرف ادافع بيها عن المركز بتاعي والقلب بتاعي وهو مصر. فبالتالي يا شباب بنام توسعات يبقى على طول عصر المجد الحربي وهو عصر الدولة الحديثة. 17. اهتم صاحب الصورة المقابلة بشكل واضح بالجانب التنموي للبلاد في المجال الصناعي، الزراعي، التجاري، التعديني. صاحب الصورة المقابلة هو امنمحات الأول. اهتم عندنا امنمحات الأول يا شباب بنقل العاصمة. طيب فيما يدل على نقل العاصمة هنا؟ لا مفيش. طيب يا مستر هو نقل العاصمة فين؟ إلى أسيتاتاوي. طب نقل أسيتاتاوي ليه؟ علشان قريبة من الأراضي الزراعية في بلدة الليشت حاليا في العياط بمحافظة الجيزة، أراضي زراعية، يبقى بسبب الاهتمام بالجانب الزراعي. 18. على الرغم من كونه عصر ضعف واضمحلال ولكنه تخلله شعاع من نور، يعني كان في عصر ضعف وفي كده ايه لقطة من نور كده حصلت. ينطبق مضمون العبارة السابقة على العصر العتيق. اولا عصر العتيق مستبعد لانه كان عصر قوة. طيب عصر الانتقال الاول، عصر الانتقال الثاني، العصر المتأخر. طيب هنا يا شباب هتكون الاجابة ايه؟ عصر ضعف واضمحلال ولكنه تخلله شعاع من النور. هنا الشعاع من النور هنا بنرمز له لعصر النهضة.
تمام. عصر النهضة وهو عصر عندنا الملك أبسماتيك الأول، وعندنا الملك أبسماتيك الأول وابنه نخاو الثاني. فبالتالي الإجابة هتكون العصر إيه؟ العصر المتأخر، لأن حصل فيه نهضة، والنهضة دي عبارة عن شعاع نور وتقدم حصلت على يد أبسماتيك الأول وابنه نخاو الثاني. السؤال اللي بعده، وهنا يا شباب طبعا حد ممكن يقول لي طب مع عصر الانتقال الثاني يا مستر احمس طرد الهكسوس. ايوه ماشي كويس، بس النهضه اللي حصلت في عهد ابسماتيك وفي عهد نخاو كانت نهضه عظيمه جدا، في شملت مجالات عديده وليس العسكري بس، وعملوا رحلات تجاريه واكتشفوا فيها طرق جديده. الكلام ده هناخده بالتفصيل في درس الحياه الاقتصاديه. فكده الاجابه هتكون الادق العصر المتاخر يا شباب. السؤال اللي بعده، السؤال 19، أيا مما يلي يخرج عن كونه قاسما مشتركا بين خصائص كل من العصر العتيق وعصر الدولة القديمة؟ قبل ما نجاوب، عندنا خصائص العصر العتيق وعصر الدولة القديمة اللي هي يعتبر خصائص مشتركة، اللي هي عندنا وجود حكومة مركزية، بناء عمران، سيادة الأمن والأمان. طيب يبقى عندنا العصر ده عصر قوة، فبالتالي قوة في كل حاجة. وجود حكومة مركزية قوية ده كان قاسم مشترك. الاهتمام بالنواحي المعمارية كان قاسم مشترك. سيادة الأمن والأمان قاسم مشترك. لكن بناء عاصمة جديدة للبلاد لا. ليه؟ عصر الدولة القديمة العاصمة كان مستقرة في مكان واحد. أما عصر الدولة عندنا العتيق كان يتميز ببناء عاصمة جديدة للبلاد، وهي ايه؟ وهي من نفر. فكلمة بناء عاصمة يعني بداية الايه؟ بناء العاصمة الجديدة اللي هي الملك مينا يا شباب في العصر العتيق لو كنا فاكرين، قام بتوحيد البلاد سنة 3200 واتخذ من مدينة من نفر عاصمة جديدة للبلاد. فطبعا هنا التميز بكلمة بناء عاصمة جديدة. 20، حدد في ضوء تحليل مضمون النص المقابل أيا من الملوك التاليين كانت عرباته الملكية الأسبق في التحرك؟ سنوسرت الثالث، تحتمس الثالث، رمسيس الثاني، ابن حتب الرابع. هنا العبارة بتقول لك ايه؟ شهدت مصر في ابريل عام 2021 حدثا اسطوريا ينقل 22 مومياوات لأشهر الملوك والملكات ترجع لعصور الأسر 17 و18 و19 و20 من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وتحركات العربات الناقلة لها بترتيب الحكام. طيب هنا العربات الملكية هتبقى أسبق في عصور إيه؟ هتبقى أسبق في العصور الحربي. طبعا عندنا ملكين في عصر المجد الحربي، تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. اللي عمل إمبراطورية أكتر من التاني هو الملك تحتمس الثالث. فبالتالي الملك تحتمس الثالث يا شباب هو اللي كون أقدم وأول إمبراطورية في التاريخ، وفي نفس الوقت انتصر على عدو كبير جدا يعتبر كان قوة عظمى في الوقت ده، هو تحالف أمراء آسيا بقيادة أمير قادش، وانتصر عليهم في موقعة مجدو. فبالتالي الإجابة هتكون تحتمس الثالث. 21، انتهى العصر الفرعوني لمصر نتيجة النزاعات السياسية، الاحتلال الأجنبي، ولا الثورات الاجتماعية، ولا التدهور الاقتصادي؟ هنا يا شباب الإجابة هنا في نهاية العصر الفرعوني تعرضت مصر للاحتلال الفارسي، ثم انتهى هذا الاحتلال بالاحتلال اليوناني لمصر. فبالتالي يا شباب انتهى العصر الفرعوني نتيجة لوجود الاحتلال الأجنبي. 22، حدد أيا من عصور مصر الفرعونية التالية كانت أطول الفترات قوة؟ العصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة. طبعا يا شباب كان أطول الفترات قوة كان عندنا في العصور الفرعونية هو عصر الدولة القديمة، وده طبعا بنرجع له اللي عندنا الجدول الزمني اللي موجود في الأسر في أول صفحة في الشرح بتاع ملامح تاريخ مصر الفرعونية. السؤال اللي بعده 23،
أخذت بلاد العراق عن مصر شكل الهرم المدرج في بناء معابدها. يدل مضمون العبارة السابقة على تميز الحضارة المصرية القديمة بالأصالة، الاستمرارية، القدم، ولا التواصل الحضاري. بلاد العراق أخذت عن مصر فكرة الهرم المدرج، يبقى احنا كده ده يدل على ايه؟ على التواصل الحضاري. 24 أمامك صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام. أكثر ملوك مصر الفرعونية تشابها مع أعماله كان الملك أحمس، الملك تحتمس الثالث، الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثالث. طيب هنا بيقول لك ايه؟ صاحب قرار، خدوا بالكم من كلام المكتوب، صاحب قرار الحرب والسلام. فالملك عندنا او الحاكم او رئيس مصر كان اسمه السادات، يلقب ببطل الحرب والسلام. هنا الملك اللي شبهه هو الملك رمسيس الثاني الذي انتصر في موقعة قادش على الحيثيين، كده ده بطل حرب، ثم عقد معهم معاهدة سلام فأصبح بطل الحرب والسلام. وناخد الكلام ده بالتفصيل في درس الحياة السياسية والعسكرية. 25 يتمثل القاسم المشترك بين الملك مينا والملك النمحات الثالث في الاهتمام بالجوانب العسكرية، العمرانية، الثقافية، الاجتماعية. طيب النمحات الثالث يا شباب دوره في المنهج عندنا اللي هو اهتم بالتعمير واهتم عندنا الري والزراعة. الملك مينا قام بعمل عاصمة جديدة للبلاد، تمام، اللي هي من نفر، واهتم بتوحيد البلاد. فالاتنين اهتموا بالتعمير اللي هي ايه؟ الجوانب العمرانية. 26 بدأ الملك حور محب حكمه بالعديد من الإصلاحات الداخلية، كان أهمها إصدار القوانين لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة. يدل مضمون العبارة السابقة على امتلاكه للسلطة التشريعية، القضائية، التنفيذية، العسكرية. طبعا الملك حور محب بدأ حكمه بإصلاحات كتيرة جدا، ويدل ذلك يدل مضمون العبارة السابقة على امتلاكه يا شباب طبعا عندنا السلطة التشريعية. ليه اخترتها؟ علشان الملك حور محب يا شباب قام بإصدار القوانين. احنا عندنا 3 سلطات، تمام، عندنا اللي بيديروا البلاد يعني سلطة تنفيذية اللي هي الحكومة ورئيس الجمهورية، سلطة قضائية يا شباب يعني القوانين، اما سلطة اللي هو القاضي يعني، تمام، بيصدر احكام، حكمت المحكمة على المتهم ب 25 سنة، ده السلطة القضائية. السلطة التشريعية دي بتعمل القوانين، ممنوع التدخين في الأماكن العامة، ممنوع مدرس يضرب ولد، الكلام ده كله، يبقى دي اسمها سلطة إصدار القوانين. طبعا العسكرية مالهاش علاقة، فكده الإجابة هتكون السلطة التشريعية. السؤال اللي بعده 27 تشابه كل من رمسيس الثاني وتحتمس الثالث في القضاء على فوضى الثورات الدينية، خوض المعارك البحرية والانتصار فيها، الاهتمام بالتجارة مع بلاد بونت، الحفاظ على ممتلكات مصر الخارجية. طبعا الاتنين تشابهوا مع بعض يا شباب، اللي هم كان عندهم أعمال عسكرية كبيرة جدا. تحتمس الثالث عمل أقدم وأول إمبراطورية وانتصر في موقعة مجده على أمير قادش. رمسيس الثاني انتصر في موقعة قادش على الحيثيين وعقد معهم معاهدة سلام. يبقى الاتنين عملوا أمجاد في الخارج، يبقى دي اسمها الحفاظ على ممتلكات مصر الخارجية. 28 يستدل من معطيات الصورة المقابلة على تميز الحضارة الفرعونية بالتواصل الحضاري، الاستمرارية، التقدم، التدين. لو بصينا هنا هتقولك ايه؟ بردية إبرس الطبية. بردية إبرس دي طبية، يبقى عندهم تخصص في الطب وعندهم تقدم في الطب، يبقى على طول وانت مغمض التقدم. 29 عصر بناية الأهرامات، عصر الرخاء الاقتصادي، عصر المجد الحربي. يرجع إطلاق تلك المسميات السابقة على فترات من تاريخ مصر الفرعونية إلى الإنجازات الحضارية السائدة، المعتقدات الدينية السائدة، تطور القوة العسكرية والاقتصادية، التطورات والإبداعات الفكرية. هنا يا شباب عصر بناية الأهرامات وعصر الرخاء الاقتصادي وعصر المجد الحربي، الثلاثة عصر قوة. طيب عندنا هنا السبب الرئيسي في إطلاق هذه المسميات عليهم. عصر بناية الأهرامات سموه عصر بناية الأهرامات ليه؟ بسبب عندنا استغلال موارد وثروات مصر في بناء الأهرامات. طيب عصر الرخاء الاقتصادي سموه ليه؟ عشان عملوا مشروعات في الزراعة والصناعة والتجارة عادت بالتقدم على مصر. طيب عصر المجد الحربي سموه مجد حربي ليه؟
كثرة الانتصارات في الحروب والمعارك. وما دام طبعا كثرة الانتصارات في الحروب والمعارك يبقى عندهم تطور برضه في صناعة الأسلحة. يبقى كده الإجابة هتكون حسب الإنجازات الحضارية السائدة. تمام. لكن تطور القوة العسكرية والاقتصادية انت كده ايه بتحصرها في الرخاء الاقتصادي والمجد الحربي، لان يعني طبعا العسكرية مجد حربي والاقتصادية رخاء اقتصادي. المعتقدات الدينية السائدة ملهاش علاقة في التسمية. التطورات والإبداعات الفكرية برضو ملهاش علاقة. احنا هنا بنقيس على الإنجازات والتخصص في مكان معين. يعني أنا عندي مثلا سميت عصر بناء الأهرامات ليه؟ عشان كان عندهم إنجازات كبيرة في مجال الأهرامات. طيب ليه سميت عصر الرخاء الاقتصادي؟ عشان عندهم مشروعات. عصر المجد الحربي عشان عندهم ايه؟ إنجازات حربية. يبقى الإجابة الإنجازات الحضارية السائدة. 30. تعد الحضارة الفرعونية من أطول وأعرق الحضارات القديمة على الرغم من ضعفها في بعض الفترات، إلا أنها كانت تعود مرة أخرى. أكن الإنسان بيروح الجيم، أنا بروح الجيم الحمد لله، فنفترض إن أنا قوي جدا والدنيا ماشية كويس، ومرة واحدة جالي دور برد. قعدت أسبوع في البيت ماشي، بعد كده رحت الجيم تاني، قعدت بعد كده جالي دور برد 3 أيام، رحت الجيم تاني جالي اصابه، رحت تاني. فمعنى ان انت عمال تروح رغم كل الصعاب اللي بتواجهك يبقى انت مستمر، يبقى اسمها الاستمراريه. يبقى على طول يا شباب تدل العباره السابقه على الاستمراريه. 31. يدل انتشار الاثار المصريه التي تتميز بالدقه على تميز الحضاره المصريه القديمه او الحضاره الفرعونيه القديمه بالقدم ولا التقدم ولا الاصاله ولا الاستمراريه. طبعا يا شباب كل الناس هتقول لك القدم، اقول لك برافو عليك غلط. ليه؟ عشان الاثار المصريه فعلا تدل على القدم، بس خد بالك في كلمه غيرت معنى السؤال. ايه اللي حصل؟ يدل انتشار الاثار المصريه التي تتميز بالدقه. يعني ايه؟ يعني الاهرامات هنفترض المصريين عاملينها اي كلام، هتبقى اهرامات ماشي اوكي، بس هتبقى اي كلام، ابص عليها كده مش هتحس بالعظمه. التماثيل الفرعونيه اللي موجوده مش هتحس بالعظمه لو هي معموله اي كلام، لكن هي عشان معموله بالدقه ده خلاها تقعد عندنا. تمام. يبقى عندنا يا شباب تتميز بيه عندنا بالدقه، يبقى اسمها ايه؟ التقدم. 32. اعتمد الملك حور محب في سلطته التشريعيه اللي هو اصدار القوانين على حالة الاضطرابات التي حدثت نتيجة عوامل سياسية اقتصادية عقائدية ثقافية. هو الملك حور محب يا شباب عمل إصدار قوانين ليه؟ للقضاء على الفوضى التي حدثت في البلاد زمن إخناتون الدينية. وإخناتون عمل إيه؟ ثورة دينية. طب حاجة هنا ليها علاقة بالدين؟ الإيه؟ عندنا الجوانب العقائدية. السؤال اللي بعده 33. يعد العامل المشترك بين خصائص عصري الدولة القديمة والدولة الوسطى في مصر الفرعونية زيادة الثراء وتوطيد الأمن، القوة العسكرية والتوسع الخارجي، مقر الحكومة المركزية، ولا زيادة سلطة حكام الأقاليم. هنا يا شباب 33 هنا يقول لك العامل المشترك بين خصائص عصر الدولة القديمة والدولة الوسطى. أولا في عندنا حاجات مستبعدة اللي هي إيه؟ القوة العسكرية والتوسع الخارجي. ليه مستبعد يا عم الحاج؟ عشان ده خاص بالمجد الحربي وعصر الدولة الحديثة. حلو. زيادة سلطة حكام الأقاليم مستبعد، لأن حكام الأقاليم السلطة بتاعتهم بتزيد إمتى؟ في وقت الضعف، وأنا هنا بتكلم عن عصر الدولة القديمة والوسطى يعني عصور قوة. فاضل حاجتين، التشابه بقى زيادة الثراء وتوطيد الأمن ولا عندنا مقر الحكومة المركزية. طيب أنا أحكي لك على سبيل المثال في الدولة الوسطى. الدولة الوسطى أصلا كان عندها تعدد في مقر الحكومة المركزية اللي هي العاصمة. ليه؟ كان عندهم الملك منتحتب خد من طيبة بقى عاصمة للبلاد، بعد كده جه الملك الثاني النمحات الأول خد من أسيتاوية عاصمة للبلاد، وفي ملوك تانية غيروا العاصمة. تمام. فبالتالي عندهم أكتر من مقر للحكومة المركزية. فالعامل الوحيد في التشابه هو زيادة الثراء وتوطيد الأمن، اللي كان عندهم ثروات كبيرة، إن طبعا عصر الدولة القديمة كان عنده كثرة في الموارد وعندنا توطيد الأمن، والدولة الوسطى كان عندها مشروعات وبرضه كان عندهم توطيد أمن، فبالتالي زيادة الثراء وتوطيد الأمن. 34. شهدت الأسرتان السادسة والثامنة عشرة 18 يعني الستة و18 في مصر القديمة ثورتين، أحدهما اجتماعية والأخرى دينية. خدوا بالكم هنا الثورة في الأسرة السادسة هي أول ثورة اجتماعية في التاريخ،
كانت ضد يا شباب الملك اسمه الملك بيبي الثاني الذي تولى حكم البلاد وعنده 6 سنين وحكم 94 سنة، يعني مات وعنده 100 سنة. فحصل في أواخر عهده ثورة اسمها ثورة اجتماعية، يعني المجتمع عمل ثورة علشان الظروف بتاعته كانت وحشة. أما الثورة الدينية كانت على إيد إخناتون اللي هو ابن حتب الرابع يا شباب، اللي دعا لتوحيد الآلهة. طيب عندنا الاتنين دولت أو الأسرتين دولت شهدوا ثورتين، أحدهما اجتماعية وأخرى دينية، ترتب عليهما ضياع الممتلكات الخارجية، انتشار الفوضى في البلاد، تعرض البلاد للغزو، ضياع سلطة الكهنة. في ثورات يا شباب، في مظاهرات، يبقى عندنا مظاهرات وثورات هيؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى في البلاد. 35 نستدل على اختلاف توجهات ملوك الأسرة 11 في مصر الفرعونية عن ملوك مصر القديمة من خلال إخضاع حكام الأقاليم، الاتجاه لبناء المقابر الحصينة، نقل مقر الحكومة المركزية، الاهتمام بالتوسعات الخارجية. هنا الأسرة 11 يا شباب. الأسرة 11 هنا بنتكلم عن بداية الدولة الوسطى. الدولة الوسطى كان منتحتب الثاني عمل ايه؟ أول حاجة عملها إخضاع حكام الأقاليم. طيب ما برضو عندنا الدولة القديمة كان عندهم إخضاع حكام الأقاليم. عمل ايه تاني؟ نقل مقر العاصمة ونقل العاصمة إلى طيبة. فبالتالي يا شباب الاختلاف هو في نقل مقر الحكومة المركزية أو نقل العاصمة. أما طبعا الاهتمام بالتوسعات الخارجية طبعا ده خاص بعصر الدولة الحديثة. الاتجاه لبناء مقابر حصينة ده وجه ايه؟ شبه مش اختلاف، لأن بداية من عصر الدولة القديمة بدأ الملوك يعملوا مقابر حصينة. 36 عرفت مصر الفرعونية السلاح الذي تعبر عنه الصورة المقابلة. السلاح ده يا شباب اسمه العربات الحربية. مصر عرفتها منذ عصر الدولة القديمة، الوسطى، الانتقال الثاني، الدولة الحديثة. برضو ده هناخده بالتفصيل في درس الحياة السياسية والعسكرية. مصر عرفت يا شباب العربة دي من خلال احتلال الهكسوس لمصر. طب الهكسوس يا شباب احتلوا مصر امتى؟ احتلوا مصر في عصر الانتقال الثاني. والهكسوس لو كنا فاكرين عبارة عن قبائل رعوية جاءت من وسط اسيا واتخذوا من مدينة اوارس عاصمة، واللي طرد الهكسوس اسرة الملك احمس عندنا في عصر الانتقال الثاني. يبقى الاجابة يا شباب عصر الانتقال الثاني. السؤال اللي بعده 37 قد تظهر نقطة ضوء لتسطع وسط الظلام وتبعث الأمل. يتضح في ضوء تحليل مضمون العبارة السابقة أن الأسرة الفرعونية التي شكلت تلك النقطة هي 5 ولا 12 ولا 19 ولا 23. بيقول لك نقطة ضوء وسط ظلام، يعني جت في عصر ضعف. الأسرة 5 كانت في عصر الدولة القديمة، ده عصر قوة. الأسرة 12 في عصر الدولة الوسطى، عصر قوة. الأسرة 19 في عصر الدولة الحديثة، عصر قوة. الأسرة 23 في العصر المتأخر، عصر ضعف. فهم جم نوروا حتة كده في النص اللي هي الأسرة 26 اللي هي بتسمى بعصر النهضة، الملك أبسماتيك والملك نخاو ابنه. طيب يبقى كده الإجابة 26. 38 كان بناء الملك نعرمر مدينة من نفر لتحقيق أهداف تتركز في المقام الأول على الجوانب الاقتصادية، السياسية، الدينية، الاجتماعية. طبعا الملك مينا أو نعرمر بنى مدينة من نفر لتكون عاصمة ومقرا للحكم. فكده يا شباب المقام الأول أهداف سياسية. وكمان الملك مينا كمان قام بتوحيد البلاد للوحدة الثانية سنة 3200. 39 نجح خلفاء الملك مينا خلال العصر العتيق في الحفاظ على وحدة البلاد نتيجة تطوير قدرتهم العسكرية، نشرهم التعليم والثقافة، استثمارهم الواسع الديني، ولا اهتمامهم بالعمران والاقتصاد. الملك مينا وخلفائه في العصر العتيق نجحوا في الحفاظ على وحدة البلاد من خلال حاجتين: من خلال الاهتمام بالاحتفال بالأعياد الدينية، ومن خلال عندنا مصاهرة وازدواج الألقاب. فهنا المصاهرة وازدواج الألقاب مفيش حاجة تدل عليها. أما الاحتفال بالأعياد الدينية يبقى دي اسمها استثمارهم الواسع الديني. 40 السمة العامة المشتركة بين العصر العتيق وعصر الدولة القديمة بمصر الفرعونية: تعدد مقرات الحكم المركزي، كثرة عدد الأسرات الحاكمة، التمتع بالاستقرار والأمن الداخلي، بناء الأهرامات الضخمة. طيب عندنا
تعدد مقرات الحكم المركزية يعني العاصمة؟ لا، كان العاصمة تقريبا شبه ايه ثابتة عندهم، ما كانش فيه تنقل في العاصمة، فكده الإجابة مستبعدة. كثرة عدد الأسرات يا عم العصر العتيق في الأسرة 1 و2. عصر الدولة القديمة الأسرات من 3 إلى 6، فكده الأسرات مش ضخمة يعني. طيب عندنا بناء الأهرامات، بناء الأهرامات ده تبع عصر الدولة القديمة وليس العصر العتيق، فكده الإجابة الوحيدة اللي تصلح الاتنين تمتعوا بالاستقرار والأمن الداخلي. 41 شهدت مصر فرعونية عصور ضعف وانهيار، وكانت أقل هذه الفترات زمنيا، أقل الفترات الزمنية في عصور الضعف والانهيار: عصر الانتقال الثاني، العصر العتيق، عصر الانتقال الأول، العصر المتأخر. طبعا أقل الفترات الزمنية في الضعف كان عصر الانتقال الأول، وده بنرجع له يا شباب في عندنا الجدول الزمني للأسرات اللي موجود في بداية الشرح في كتاب الامتحان وكتاب المدرسة. 42 جنى ثمار الاستقرار السياسي لمن سبقه من ملوك مصر الفرعونية، فأقام نهضة اقتصادية وعمرانية الملك نعرمر ولا سنوسرت الثالث ولا الملك منتحتب الثاني ولا أحمس. خد بالك بقى، جنى ثمار الاستقرار السياسي لمن سبقه من ملوك في مصر الفرعونية فأقام نهضة اقتصادية وعمرانية. بصوا يا شباب، نهضة اقتصادية يبقى على طول مخنا هيروح لفين؟ أيوه، هيروح لعصر الدولة الوسطى. طب عصر الدولة الوسطى عندنا هنا 2، سنوسرت ومنتحتب. حلو قوي. هو الملك منتحتب ده كان اول ملك عندنا في الجدول، ده كان من اول ملوك الدولة الوسطى، فبالتالي ما جناش الثمار الاستقرار السياسي، لان اصلا قبله كان في اضطراب، فكده مستبعد. طب سنوسرت ليه يا مستر؟ ما انت عندك سنوسرت وجنبيه كان الملك نمحات الثالث، الاثنين ايه عندنا اهتموا بالتعمير واهتموا بالزراعة والري. طيب لو كان قبليهم فترة ضعف ما كانش يهتموا بكده، كان يهتموا بتوحيد البلاد، فبالتالي هم عشان سبقهم الملك منتحتب الثاني اللي عمل وحدة وعمل نهضة، وسبقهم الملك النمحات الأول اللي عمل نهضة اقتصادية، فبالتالي هما تمتعوا بالخيرات التي تركها ليهم الملوك السابقين، فكده الإجابة هتكون سنوسرت الثالث. السؤال اللي بعده: ارتبط إعادة تحقيق الوحدة السياسية بمصر الفرعونية بعد تفككها بشكل واضح بالأسرتين الأولى والحادية عشر، الحادية عشر والتاسعة عشر، الثالثة عشر والثامنة عشر، السابعة والسادسة والعشرون. هنا يا شباب بيقولك إعادة تحقيق الوحدة. طب الأسرة الأولى ده أسرة الملك مينا. الملك مينا عمل إيه؟ عمل وحدة اسمها الوحدة الثانية، وعندنا قام بنقل العاصمة إلى منافر. الحادية عشر كان مين؟ الحادية عشر كان منتحتب الذي قام بإعادة توحيد البلاد واتخذ من مدينة طيبة عاصمة، فكده الإجابة وانت مغمض الأولى والحادية عشر. 44 يتضح من دراستنا لتاريخ مصر الفرعونية أن ملوك العصر العتيق اتبعوا سياسة حكيمة في حكم البلاد من خلال الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، الإدارية والعسكرية، الاقتصادية والدينية، الاجتماعية والدينية. ملوك العصر العتيق يا شباب اهتموا باستثمار الوازع الديني عن طريق الاهتمام بالأعياد الدينية، واهتموا أيضا بالمصاهرة يعني الزواج وازدواج الألقاب، يبقى كده ديني واجتماعي، يبقى الاجتماعية والدينية. 45 تعد أكبر صحوة للعلاقات السياسية المصرية القديمة على المستوى الخارجي تلك التي كانت في عهد الملك نعرمر إخناتون النمحات الثالث رمسيس الثاني. بيقول لك علاقات على مستوى الخارجي، يبقى عايز ملك عمل توسعات. نعرمر ما عملش توسعات، كان جوه مصر. اخناتون كان ثوره دينيه. النمحات الثالث عندنا ده عمل نهضه اقتصاديه ونهضه عندنا في مجال العمران، فبالتالي مستبعد. فالاجابه الوحيده اللي تصلح هي رمسيس الثاني، لانه انتصر في موقعة قادش على الحيثيين وعقد معهم معاهدة سلام وحافظ على أملاك الإمبراطورية المصرية في الخارج. 46 كان من أفضل الملوك المحاربين والسياسيين، وتولى حكم مصر في فترة عصيبة وقاد مصر إلى المجد والقوة من جديد. ينطبق مضمون العبارة السابقة على الملك النمحات الثالث، نخاو الثاني، امنحتب الرابع، أبسمتك الأول. طبعا يا شباب كان من أفضل الملوك المحاربين، وتولى حكم مصر في فترة عصيبة، يعني فترة يعني كانت الدنيا شديدة جدا، وعرف ينقذ مصر وعمل شعاع ضوء. أنا كده قلت الإجابة.
هل النمحات الثالث ما كانش فترة عصيبة، ده كان فترة قوة. نخاو الثاني ما كانش هو الأساس، يعني نخاو الثاني جه بعد أبسماتيك. طيب نحطه بالرابع كان عندنا في عصر الدولة الحديثة، كان عصر قوة، بس هو عمل اسلوب ضعيف اللي هو عمل ثورة دينية ترتب عليها بعض الاضطرابات التي حدثت. طيب لكن قاد مصر نحو المجد والقوة من جديد أول واحد كان عندنا أبسماتيك الأول. يعني نخاو الثاني ممكن تطبق عليه العبارة، بس أبسماتيك كان هو قبليه، فبالتالي عندنا قاد مصر إلى المجد والقوة من جديد كان أبسماتيك الأول. 47 بدأ تطبيق مضمون النص المقابل على سياسة حكام مصر الفرعونية خلال العصر العتيق، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة، العصر المتأخر. هنا مكتوب ايه يا شباب؟ أطلق على حاكم مصر نبتي، ويعني صلة الفرعون بالرايتين الحاميتين لمصر، نخبت حامية الصعيد ووجيت حامية الوجه البحري. هنا يا شباب العبارة تنطبق على سياسة حكام مصر الفرعونية خلال العصر العتيق ولا الدولة الوسطى ولا الدولة الحديثة ولا العصر المتأخر. هنا يا شباب بنتكلم عن إعادة توحيد البلاد، اللي هي عندنا الوجه البحري والوجه الإبلي كان عندنا في مملكتين، تمام؟ فبالتالي تم توحيدهم على ايد الملك مينا. والملك مينا يا شباب كان في عصر الدولة كان في عصر الدولة في عصر الدولة او في عصر العتيق، مؤسس الأسرة الأولى في العصر العتيق. فكده الإجابة يا شباب هنا هتتكلم عن العصر العتيق. السؤال اللي بعده السؤال رقم 48. اهتم ملوك العصر العتيق بالمصاهرة وازدواج الألقاب في أرجاء البلاد، وذلك لتحقيق هدف اجتماعي اقتصادي ديني سياسي. هنا يا شباب خبيث شوية. هنا طبعا الناس كلها هتقول لك مصاهرة وازدواج الألقاب يبقى لتحقيق هدف اجتماعي. هقول لك برافو عليك، غلط. طب يا مستر غلط ليه؟ بالراحة بس اسمعوني. أنا النهاردة الملك الفرعوني، وانت النهاردة وزير، حلو. جيت عايز تتجوز بنت الملك وانا وافقت، يبقى ده اسلوب اسلوب اجتماعي. طب انت حضرتك وانت مقرر تتجوز بنت الملك كان عينك على ايوه سمعك، عينك على الحكم طمعان فيا، يبقى انت عملت اسلوب المصاهرة وازدواج الالقاب من اجل من اجل الوصول لهدف او لتحقيق هدف اسمى وهو هدف سياسي وهو الحكم، تمام؟ اكنك النهارده من طبقه فقيره، حلو، رحت اتجوزت بنت قاضي هي بتحبك ورحت اتجوزتها والقاضي كان رافض، بس انت من خلال المصاهره دي اللي حصل معاك طلعت فوق شويه لتحقيق هدف عندنا لتحقيق هدف اخر. طيب فالمصاهره وازدواج الالقاب، الملوك بيتجوزوا بعض، الملك بيتجوز بنت الملك وبنت الملك بتتجوز بنت الملك التاني وابن الملك التاني، سوري. فبالتالي ايه اللي بيحصل يا شباب؟ بيحصل عندنا تحقيق هدف هدف سياسي في المقام الاول. اسئله مقاليه. ماذا يحدث اذا حاول الهكسوس غزو مصر خلال عهد الملك تحتمس الثالث؟ طبعا يا شباب اللي هيحصل، لاستطاع الملك تحتمس الثالث التصدي للهكسوس قبل ان يضعوا اقدامهم بمصر وتتبعهم حتى موطنهم الأصلي في آسيا والقضاء عليهم نهائيا. السؤال اللي بعده 50. وضح العلاقة بين الملكة حتشبسوت والعلاقات الخارجية بمصر قديما. طبعا يا شباب العلاقة ما بينها ساهم قيام الملكة حتشبسوت برحلات تجارية إلى بلاد بونت في ازدهار العلاقات الخارجية لمصر قديما. السؤال اللي بعده 51. ما أوجه الشبه بين تحتمس الثالث ورمسيس الثاني كملوك بالدولة الحديثة؟ طبعا وجه الشبه يا شباب تمثل في أن الملكين حققا انتصارات عسكرية، فاستطاع الملك تحتمس الثالث الانتصار في معركة مجدو، واستطاع الملك رمسيس الثاني الانتصار في معركة قادش. السؤال اللي بعده 52. اثبت صحة العبارة الآتية تاريخيا. كانت نهاية الدولة القديمة غير مناسبة تماما لما شهدته من تقدم وازدهار. طبعا يا شباب حيث تميزت الدولة القديمة منذ بدايتها بوجود حكومة منظمة قوية البنيان وسيادة الأمن، فشهدت مصر خلالها عصرا من القوة والازدهار لفترة طويلة، وعلى الرغم من ذلك دب فيها التدهور، وانتهت الدولة القديمة بعد قيام أول ثورة اجتماعية في التاريخ لتدخل البلاد في عصر ضعف واضمحلال وهو عصر الانتقال الأول. السؤال اللي بعده
53. ما هي الدروس المستفادة من احتلال الهكسوس لمصر؟ طبعا من أهم الدروس الحفاظ على وحدة البلاد، التوعية بأهمية بناء الجيش في الدفاع عن البلاد، والصراعات الداخلية تؤدي إلى ضعف البلاد وعدم استقرارها. السؤال اللي بعده، أمامك صورتين لملكين عظيمين في تاريخ مصر الفرعونية، حدد وجه الارتباط التاريخي بين هذين الملكين. طبعا وجه الارتباط التاريخي عندنا تميزت الدولة القديمة منذ عندنا يتمثل وجه الارتباط بينهم في أن كل منهما من ملوك الدولة الحديثة، وقد قام الملك حور محب بعد توليه حكم مصر بإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين لتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة والقضاء على الفوضى التي نتجت عن الثورة الدينية التي قام بها عندنا الملك إخناتون أثناء توليه حكم البلاد. السؤال اللي بعده، السؤال 55. استنتج أسباب سعي ملوك مصر الفرعونية إلى إخضاع حكام الأقاليم. طبعا ذلك يا شباب من أجل الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ومنع الاضطرابات والفوضى. 56. وضح أوجه الشبه بين عصر الانتقال الثاني، عصر الانتقال الأول وعصر الانتقال الثاني في مصر الفرعونية. طبعا تشابه العصرين في ضعف الملوك وزيادة نفوذ حكام الأقاليم واضطراب الأمن وعدم الاستقرار والاهتمام بالمصالح الشخصية على حساب البلاد. السؤال عندنا 57. حدد أوجه الاختلاف بين تأثير كل من الملك رمسيس الثاني والملك امنحتب الرابع إخناتون على الحياة السياسية في مصر. طبعا وجه الاختلاف، الملك رمسيس الثاني كان أحد ملوك العظام وقد خاض حروبا دفاعية واستطاع بفضل مهاراته العسكرية والسياسية أن يحافظ على الإمبراطورية المصرية. أما الملك امنحتب الرابع قاد أول ثورة دينية لعبادة معبود واحد هو آتون، فقامت ثورة ضده مما أدى إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى وتقويض الإمبراطورية المصرية. السؤال اللي بعده 58. علقت أحد وكالات الأنباء على الحدث الموضح في الصورة المقابلة، جاءت مصر أولا ثم جاء التاريخ. حدد أهم الخصائص التي تميزت بها الحضارة المصرية وتتفق مع العبارة السابقة. طبعا من أهم الخصائص عندنا التي تميزت بها الحضارة المصرية القديمة يا شباب التقدم، لأنها توصلت إلى علم التحنيط الذي أذهل عقول العلماء، والتدين طبعا لأن فكرة تحنيط أجساد الملوك جاء نتيجة اعتقادهم الديني بالحياة بعد الموت، والأصالة لأنها اعتمدت على عقول وجهود أبنائها. وبكده الحمد لله انتهينا من أسئلة الدرس. شكرا لكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع.